حكايتنا النهاردة عن بنتين في الثانوية العامة، أصحاب مترابطين جدا مع بعض، بس حصلت حاجة فرقتهم ووصلتهم للنهاية. يلا بينا عشان تعرفوا الحكاية بتقول ايه. كان في بنوتة صغنطوطة اسمها جيسيكا، قررت انها تنهي حياتها، فبتاخد كمية كبيرة من البرشام، واول ما بتاخدها بتغيب عن الوعي، وبتصدم مامتها لما بترجع وبتشوفها كده، فبتتصل بسرعة على باباها عشان يجي ويوديها المستشفى. في نفس اليوم المدرسة اللي فيها جيسيكا بتكسب مسابقة المركز العاشر، وبتتصنف انها من احسن المدارس في امريكا. وبيوصل منشور للمدرسة ان في صحفية اسمها ايمي هتروح عشان تصور معاهم فيلم وثائقي، وده عشان تبين مستوى المدرسة وانها تستحق الفوز. ولما بتوصل ايمي بتبدأ تصور مع المدير واللي بيكون اسمه هارس ومع كل المدرسين الموجودين. لكن في نفس الوقت بيوصل للمدرسة خبر انتحار جيسيكا. كل الطلاب بدون استثناء لما عرفوا زعلوا لان جيسيكا طيبة وفي حالها وبتتعامل مع الكل كويس. لما ايمي عرفت سألت مجموعة من المدرسين والطلاب تفتكروا ايه السبب اللي ممكن يخليها تنتحر. واحدة من المدرسين بتقول ان جيسيكا الفترة الأخيرة كانت متضايقة وعلى طول ساكتة، وإنها بتلوم نفسها عشان ما حاولتش تتكلم معاها وتعرف مالها. وأصحابها قالوا إن الفترة الأخيرة جيسيكا تعرضت للتنمر من بنت معاهم هنا في المدرسة اسمها إيفري، وقالوا إن البنت دي معروفة في المدرسة بشخصيتها القوية وإنها قيادية. ومع إن البنت دي محبوبة من كل الطلبة الموجودين، لكن شخصيتها مع جيسيكا كانت مختلفة وكانت جامدة وقاسية عليها طول الوقت. ساعتها إيمي قررت إنها تروح تتكلم مع إيفري وتسمع منها وتسألها عن حقيقة الكلام اللي سمعته. ولما راحت لها إيفري قالت لها ان هي وجيسيكا كانوا صحاب، بس ما تعرفش السبب اللي خلاهم هما الاتنين يبعدوا عن بعض، وكل واحده فيهم تصاحب ناس جديده. وقالت انها عمرها ما اتعاملت مع جيسيكا بطريقه مش كويسه. ايمي بتروح لجيسيكا المستشفى وبتطلب من مامتها تصور الاحداث اللي بتحصل في حالتها عشان اصحابها يتابعوها لحظه بلحظه. فبتوافق مامتها بعد ما بتاخد راي باباها. بعدها الدكتور بيقول لهم ان بنتهم دخلت في غيبوبه وما يعرفش هتفوق منها ولا لا، وده حصل بسبب نقص الاكسجين في المخ، وبيطلب منهم يفضلوا جنبها لانها حاسه بيهم، ويا ريت لو يكلموها كتير عشان ده ممكن يحسن من حالتها. باباها ومامتها لما بيسمعوا كده بينهاروا لانهم بيحسوا بالذنب من ناحيتها عشان محدش فيهم رغم قربهم منها حس انها متضايقه، وده اللي وصلها للانتحار. تاني يوم في المدرسه ايمي كانت بتتكلم مع صاحب جيسيكا وحبيبها براين، واللي كان باين عليه قد ايه هو زعلان عليها، واللي لما بتبدا ايمي معاه الكلام بينهار ومش بيقدر يتكلم، فبتوقف التصوير عشان يهدى. بعدها بنشوف الاب وهو بيحضر الاكل لبنته الصغيره وعامل نفسه جامد ومتماسك قدامها، وماما جيسيكا معاها في المستشفى. فبنته الصغيره بتساله على اختها وبتقول له قد ايه هي خايفه عليها لحسن يحصل لها حاجه، لكن هو بيحضنها عشان يطمنها وبيقول لها انها هترجع البيت في اقرب وقت، وهو اصلا محتاج اللي يطمنه. اصحاب جيسيكا قرروا انهم يكتبوا لها رسائل حب ودعم كتير ويبعتوها المستشفى يمكن تساعد جيسيكا انها تفوق وتخف. ولما جه الدور على ايفري رفضت تكتب اي حاجه من غير ما تقول اي سبب واضح، ده حتى اتضايقت والغل كان طافح لما شافت واحده من شلتها بتكتب رساله دعم لجيسيكا. وفي يوم الصحفيه ايمي طلبت من ايفري انها تشارك في الفيلم الوثائقي اللي هتعمله بما انها اشهر واحده في المدرسه، وبيكون مطلوب منها تصور نفسها باستمرار في اي وقت واي مكان عشان الناس تشاركها تفاصيل يومها. طبعا ايفري لما بتسمع كده بتفرح جدا وبتوافق، وبتبدا على طول تصور نفسها وتصور شلتها، وبيتكلموا قد ايه هم مبسوطين بصحوبيتهم مع بعض وانهم شله مترابطه، وبيبان من طريقه كلامهم قد ايه هم مغرورين، لدرجه انهم لما بيدخلوا حمام المدرسه بيقفلوا الباب عليهم وبيمنعوا اي حد تاني بره الشله يدخل لحد ما هم يخرجوا. ايفري بتنفذ اللي طلب منها بالظبط، وكانت بتقول في فيديو انها مستنيه تخلص الثانويه العامه عشان اهلها يوافقوا انها تسيبهم وتسكن لوحدها. في المستشفى والد جيسيكا بيقول لمامتها تروح عشان البنت الصغيره، لكن هي بتعيط وبتنهار وبتقول له انها مش هتروح وقد ايه هي حاسه بالذنب عشان بنتها وصلت المرحله دي وما خدتش بالها. والد جيسيكا بيقرب منها وبيقول لها انا كمان ما كنتش حاسس، وان جيسيكا ما كانتش بتتكلم مع حد فينا خالص الفتره الاخيره، وحتى لو احنا كنا بدانا معاها بالكلام برضو ما كانتش بتتكلم. ايمي كانت مهتمه بموضوع جيسيكا وبتسال المدير عن رايه في التنمر اللي وصل جيسيكا للانتحار، لكن هو بيبان عليه انه ما كانش يعرف اي حاجه عن الموضوع. ولما سالت المدرسين في شويه قالوا ان التنمر ده شيء مؤذي جدا وممكن يكون سبب قوي عشان يوصل جيسيكا للانتحار، وشويه تاني كانوا شايفين ان اللي حصل ده بيحصل في كل المدارس وصعب انهم يمنعوا النوع ده من الخناقات. لكن الطلاب قالوا انهم كانوا متضايقين من اللي بيحصل وكان نفسهم يقولوا للمدير على اللي بيحصل مع جيسيكا، لكن خافوا. بعد كده في مجموعه من الصحفيين راحوا بيت ايفري عشان يسجلوا معاها ومع اهلها، واول حد شافوه كانت مامتها، واللي كان باين قوي ان شخصيتها جامده ومسيطره على كل اللي في البيت. مامة ايفري كانت بتحاول تبين قد ايه هم اسره سعيده، لكن الاب والابن جورج كان باين عليهم قد ايه ان هم متضايقين ومش مبسوطين. بعد مرور كام يوم كان في ندوه في المدرسه وبيتكلموا عن جيسيكا واللي حصل لها، ولما صاحبها براين سمع الكلام ما قدرش يكمل الندوه وقام، لكن في مدرسه من المدرسين لاحظت انه خرج فقامت وراه وسالته مالك فيك ايه؟ قال لها انه زعلان ولحد الان ما راحش شاف جيسيكا في المستشفى، وده بسبب ان هو حاسس بالذنب انه كان عارف اللي بيحصل معاها وما حاولش يساعدها. وبعدها ايمي بتقرر تزور براين وتصور معاه، ولما وصلت دخلت
الاوضه اللي كان براين وجيسيكا بيقعدوا فيها مع بعض، وبان ان براين بيحب الاجهزه والتكنولوجيا جدا، ومع اول كلمه منها قرر انه يحكي لها حكايه جيسيكا وافري كلها، وقال لها ان هما الاتنين كانوا صحاب جدا والكلام ده تقريبا من سنه، والمشكله بدات لما افري في امتحان كانت عايزه تغش من جيسيكا، لكن جيسيكا ما كانتش واخده بالها وحاطه ايديها، فافري افتكرت انها مش عايزاها تغش منها، ومن ساعتها بقت تتعامل معاها وحش وبتتنمر وتتريق عليها، كمان كانت بتبعت لها رسائل وحشه على الموبايل وبتقلل منها، وكانت بتقول لها انها من الافضل تنتحر عشان ما فيش حد في المدرسه بيحبها. يا ريت الموضوع وصل لحد هنا، ده في ايام افري كمان كانت بتضربها وبتخلي جيسيكا تنهار، ولما هو عرض عليها تقول للمدير رفضت عشان كانت خايفه على شكلها واللي ممكن يحصل لها لو اصحابها عرفوا. وبراين بيقول لايمي انه كان عايز يساعدها باي طريقه، عشان كده من 6 شهور بالظبط اقترح على جيسيكا تركب كاميرا صغيره فوق هدومها، وده عشان يكون معاهم دليل ضد افري ويثبتوا عليها اللي بتعمله في جيسيكا. بيقول ان جيسيكا في الاول خافت لحسن تكشفها افري وتتريق عليها وتضربها اكتر، لكن هو طمنها وقال لها ان الكاميرا مش هتبان، فبتوافق جيسيكا، لكن بتطلب منه محدش يشوف الفيديوهات دي، وده عشان شكلها قدامهم. وعلى مدار 6 شهور براين بيقول ان الكاميرا مصوره كل التنمر والاذى اللي تعرضت له جيسيكا، وبيكون حاسس ان ده الدليل الوحيد اللي هيجيب حقها، عشان كده بيقرر يوريهم لايمي. في المستشفى ام جيسيكا بتكون قاعده معاها وبتفتكر وقتها قد ايه هم كانوا اسره سعيده ومترابطين مع بعض، ولسه بتلوم نفسها انها ازاي ما حستش ببنتها اللي بيكون صعبان عليها شكلها لما بتبص لها. بعد كده بنشوف اجتماع لاولياء الامور في المدرسه واللي بيكون معترضين على التنمر وعايزين يلاقوا حل عشان ما يحصلش لعيالهم زي ما حصل مع جيسيكا، وساعتها المسؤوله في المدرسه بتقول ان الموضوع ده صعب نسيطر عليه، فواحد من اولياء الامور بيقترح انهم يجمعوا الطلبه المتنمرين ويشوفوا ايه اللي وصلهم للاسلوب ده، عشان اكيد هم عندهم مشاكل نفسيه خلتهم يتعاملوا مع اصحابهم بالطريقه دي. بعد كده بنشوف افري وهي بتصور فيديو عشان الفيلم، لكن بتسمع باباها ومامتها بيتخانقوا كالعاده، فبتقرر تصورهم من غير ما ياخدوا بالهم، وطبعا باين قد ايه هم اسره مفككه ومش سويه، خصوصا بسبب تصرفات الام وتحكماتها. وساعتها بيشوفها جورج اخوها وهي بتصورهم، فبيتخانق معاها وبيدخلها اوضتها غصب عنها. براين اخيرا اتشجع وراح عشان يزور جيسيكا، لكن اول ما شافها كان حزين جدا عليها، لكن اللي زعله اكتر مامتها لما قالت له انت ازاي كنت عارف اللي بيحصل مع جيسيكا ومخبي علينا وما تقولش لحد ما توصل للدرجه دي. فبيقول لها انه ما قالش عشان ده طلبها، ووعدها ان هو هينفذه. تاني يوم في المدرسه افري بتلاحظ ان الطلاب بيبعدوا عنها وبياخدوا منها جنب، حتى اصحابها اللي في شلتها، وطبعا ده عشان خايفين يدخلوا في اي مشاكل بسببها. وكمان المدير بيطلب منها يقابلها هي واسرتها لوحدهم عشان يتكلموا مع بعض، ولما بيتجمعوا المدير بيوري افري الكلام اللي طالع عليها وانها السبب في اللي حصل لجيسيكا، لكن مامتها بتحاول تدافع عن بنتها وانها مش غلطانه، ولو في حد غلطان تبقى جيسيكا عشان هي اللي قررت تنهي حياتها لاسباب مش منطقيه وتافهه. عليها بجاحه الست دي. افري كمان لما سمعت مامتها بتتكلم كده بدا صوتها يعلى وقالت للمدير ان كل اللي حصل كان هزار واكيد هي ما انتحرتش بسببها، وكمان هي مقتنعه انها مش غلطانه، وبعد كده بتسيبهم وبتخرج. لما افري روحت البيت صورت فيديو وقالت فيه ان اللي حصل لجيسيكا هي ملهاش ذنب فيه، وان هي مش متقبله فكره ان كل اصحابها بيقولوا عليها انها سبب في اللي حصل لجيسيكا، وانها كمان مش هتقبل اي كلام تاني في الموضوع ده. لما افري راحت المدرسه تاني يوم لقت ايمي بتقول لها انها غلطت لما صورت الفيديو بتاع امبارح، وعصبيتها في الفيديو بتاكد ان هي السبب. ولما جت افري تنكر، ايمي قالت لها ان هي معاها فيديوهات بتثبت انها سبب في اللي حصل لجيسيكا، وبتقول لها انها هتزورها في البيت عشان يشوفوا حل، لان رغم اللي عملته افري ايمي شايفه انها من جواها حد كويس. في نفس الوقت بنشوف اهل جيسيكا معاها في المستشفى، وفجاه بتتدهور حالتها والقلب بيقف، لكن الدكاتره وبعد محاولات بيقدروا يرجعوا لها النبض، لكن الدكتور بيصارحهم وبيقول لهم ان للاسف اعضاء جيسيكا بدات تقف وانها بتموت بالتدريج ومفيش حاجه في ايديهم يعملوها. طبعا اهلها لما بيسمعوا كده بينهاروا على بنتهم وبيكونوا مش عارفين هم ممكن يعملوا ايه. في بيت افري لما ايمي كانت عايزه تتكلم معاها بنشوف اهلها لما كانوا مصممين يقعدوا معاهم، وخصوصا مامتها اللي بتحب تبصم على كل حاجه وتظهر في الصوره، لكن افري بتصمم وبتخرجهم كلهم بره. وبعدها بتعرض ايمي الفيديوهات وبتصدم افري لما بتشوف جيسيكا واحساسها وقتها لما كانت بتتنمر عليها، وساعتها بتنهار وبتعيط عشان بتكون حاسه بالذنب، وبتقول انها ما كانتش متخيله ان اللي كانت بتعمله مع جيسيكا كان بيوجعها كده. وساعتها ايمي بتطبطب عليها وبتقول لها انها حد شجاع عشان اعترفت بغلطها، وبتقول لها كمان انها عارفه بالمشاكل اللي بتحصل عندها في البيت وانها ملهاش اخوات بنات ومفيش حد تتكلم معاه ويتكلم معاها. في اللحظه دي افري ما صدقت تلاقي حد يتكلم معاها، وقالت لايمي ان مفيش حد مهتم بيها في البيت ولا حد بيحاول يعرف اخبارها وايه مزعلها، حتى اصحابها كل اللي يهمهم الخروج واللبس وبس، وانها ندمانه جدا وزعلانه على اللي حصل لجيسيكا لانها اكتر واحده كانت فاهماها وبتتكلم معاها. ولما بتمشي ايمي بتقرر افري انها تصور فيديو وبتظهر فيه وهي منهاره وبتعترف انها المسؤوله عن اللي حصل لجيسيكا، وانها ما كانتش تعرف ان اللي عملته وصل صاحبتها للحاله دي، وبتوجه رساله لجيسيكا وبتدعي لها انها تخاف وترجع زي الاول واحسن كمان، وتسامحها على كل اللي هي عملته فيها. لكن المدرس
المدهش ان في نفس الوقت اللي ايفري كانت منهارة فيه جيسيكا بتفتح عينيها وبتبدأ تفوق، والحكاية خلصت. لو لحد هنا لسه مكملين فحقيقي كنتم منورين، واستنوني في حكاية فيلم جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل حكاية جديدة.